السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ألذ واطعم كفتة فراخ هنعملها باسرار الحياتي. النهارده ان شاء الله بنص كيلو بس من صدور الفراخ عملنا الكمية الحلوة اللي قدامك دي. كفتة سهلة جدا وبسيطة، وازاي بقى هنشوف الاسرار بتاعتها، ازاي يصير اللون بتاعها وازاي طرية وفي نفس الوقت جوسي وبجد تحفة. ان شاء الله هتشرفك في العزومات. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ على بركة الله نشوف المكونات والمقادير. أول حاجة معايا ربع كيلو من الفلفل الرومي الألوان بمقدار 250 جرام. البصل، مجموع البصل لو هتوزنيه على الميزان يبقى 300 جرام، ما عندكيش ميزان يبقى بصلتين كبار زي ما انت شايفاهم كده. حطيت 7 فصوص كمان من الثوم. هاخد كل المكونات اللي معايا، البصل والثوم والفلفل، هنضربهم في الكبة وهنعمهم، يعني هنفرمهم فرم ناعم جدا. ولو ما فيش عند حضرتك مفرمة تقدري تبشري كل الخضار دون في المبشرة. ده كده شكل الخضار بتاعنا بعد ما فرمناه في الكبة، البصل والثوم والفلفل الالوان. هنبدأ بقى نصفيهم من المية. طبعا انا ضفت هنا فلفل الوان احمر، ممكن حضرتك تضيفي معاه فلفل الوان اخضر وفلفل الوان اصفر، وكمان تقدري تضيفي كمان قرن فلفل حامي. طبعا انا هصفي الميه بتاعتهم. طبعا انا فضلت ان انا اضيف فلفل الوان احمر فقط واكتر من الكميه، يعني الكميه كلها تكون فلفل الوان احمر عشان يديني تخلي لي لون الكفته كده زي لون كفته الحاتي اللي هي كفته اللحم. احنا لما نجيب كفته اللحمه بنلاقيها لونها محمر، فانت هتتلاقي كفته الفراخ لو عملتيها بالطريقه دي بمقدار الفلفل الالوان اللي انا حطيته هتتلاقي لونها محمر، وهتشوفيها زي ما شفتيها معايا في بدايه الفيديو. طبعا انا ما بصفيش التفل خالص، انا بخلي التفل يعني اصفي 3/4 الميه منه. ده كده شكل الميه بتاعتنا، هنركنها بقى دلوقتي وهنشوف هنعمل بيها ايه في الاخر. وده تفل البصل مع الفلفل مع الثوم في نفس الكبه، يعني انا ما غسلتش الكبه ولا حاجه. هضيف فيها نص كيلو من صدور الدجاج. نقدر نستخدم ميكس من صدور الدجاج مع الاوراق المخليه او اي قطعه في الفرخه، وممكن نستخدم الصدور بس، وممكن نستخدم الاوراق بس. طب لو ما عنديش كبه، حضرتك تقدري تجمدي الصدور بتاعتك، الفراخ بتاعتك في قلب الفريزر وتبشريها بالمبشره، هتديكي نفس النتيجه. ده كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما فرمناها، وهنبدأ بقى نجهز مع بعض الكفتة. هضيف عليها تفل البصل والثوم والفلفل، وزي ما قلتلك انا عصراهم 3/4 عصرة، يعني فيهم مية بسيط. هضيف كمان 5 جرام بيكنج باودر. فايدة البيكنج باودر ان هو بينفش لي الكفتة، ما بيخليهاش مكتومة. 5 جرام بيكنج باودر بمقدار معلقة الشاي الصغيرة. هضيف كمان التوابل، اهم حاجة هنا التوابل، لان التوابل اللي بتظبط طعم الكفتة. معايا معلقة كبيرة من ال7 بهارات، ومعايا معلقة كبيرة كمان من الكاري، يعني المعلقة الاولانية اللي انا ضفتها دي معلقة كبيرة من الكاري، وبعد كده معلقة كبيرة من ال7 بهارات. معلقة كبيرة من البابريكا، ممكن تضيفي بابريكا مدخنة لو انت عايزاها طعمها يبقى مدخن. هضيف كمان معلقة كبيرة من الفلفل الاسمر المطحون. هضيف هنا كمان مكعبين من مرقة الدجاج. انا ضفت هنا مرقة دجاج ماجي. لو مش عايزة تضيفي مرقة دجاج ممكن تضيفي معلقة من بهارات الكفتة كنور، بتديني طعم حلو جدا، بس ما تكتريش منها لانها يعني ريحتها نفاذة جدا وطعمها جديد. فهنضيف معلقة واحدة بس صغيرة لو عايزة تضيفي بهارات الكفتة. ضفت كمان نص كوباية من البقسماط الناعم، وكمان ضفت معلقتين كبار من البقدونس. انا خدت ورق البقدونس بس وقطعته قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. وهبدأ ادخل كل المكونات دي كده مع بعضها. طبعا انا هسيب لك كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف بالكوباية والجرام. ضفت كمان معلقة صغيرة من الملح، وخلي بالك ان احنا ضفنا مكعبين من مرقة الدجاج الماجي، ومرقة الدجاج ماجي فيها ملح، فخلي بالك وانت بتضيفي الملح عشان ما تطلعش مالحة منك. هنبدأ بقى نعجن كل المكونات دي وندخلها في بعضها لمدة كده 5 دقايق 10 دقايق لحد ما كلها كده تتجانس وتبقى عبارة عن عجينة في ايدينا.
وبعد ما اعجن كل المكونات دي مع بعضها هاخدها اضربها كمان وش في الكبة عشان تنعم. لو حضرتك حباها تكون خشنة معاكي مفيش مشكلة، بس لما تديها وش كمان في الكبة هيكون افضل. انا لسه ما فرمتهاش، انا بس عجنتها وبعد كده هاخدها بقى افرمها في الكبة. ده شكلها بعد ما خدت وش كمان في الكبة، نعمت معايا وبقت بالشكل ده. وسبتها كمان نص ساعة في التلاجة علشان كل المكونات تتداخل مع بعضها وكله يشرب من طعم بعضه، الخضار مع الفراخ مع التوابل، ويبقى طعمها حلو جدا. معايا اعواد الشيش طاووق دي، في طبعا اعواد اصغر من كده لو انت حضرتك حابه تجيبيها. طبعا الاعواد دي انا اشتغلت فيها، قبل ما اشتغل فيها حطيتها نص ساعه في الميه. معايا معلقه واحده بس من الزيت. طبعا خلي بالك ان احنا ما حطيناش في الكفته بتاعتنا اي دهون ولا اي ليا. طبعا حضرتك تقدري هنا القطع زي ما انت عايزه، وحجم صابع الكفته زي ما حضرتك تحبي، يعني شكليه زي ما حضرتك تحبي. حضرتك ممكن تعمليه حجم صغير، حجم كبير، حجم متوسط. يعني انا هعملها بصراحه النهارده احجام كبيره. المهم ان انا باخد قطعه كده وبحطها على العود بتاع شيش الطاووق عفوا، اعواد شيش الطاووق. وببدا ان انا اشكلها كده ببطن ايدي الاول، الفها كده على الاعواد ببطن ايدي، وبعد كده بصبعيني ببتدي ان انا اعمل الشكل المتعارف عليه في الكفته. الموضوع على فكرة بسيط جدا، ومن الكفتة سهلة جدا وسريعة وبسيطة، ما بتاخدش معانا وقت، وخصوصا لو عندك عزومة. شايفة شكل صبع الكفتة حلو جدا. احطها طبعا في صينية مش مدهونة اي حاجة، وممكن حضرتك تحطيها على شبكة الفرن على طول وتحطي تحت الشبكة صينية، بس انا احطها في صينية مش مدهونة اي حاجة ولا زيت ولا اي حاجة. هنعمل كمان كده قطع مع بعض عشان بس الفكرة تتضح. باخد قطعة بالشكل دون وبحطها، احط عليها عيد من اعواد الشيش طاووق، وببتدي ان انا اشكلها ببطن ايدي، يعني ببطن ايدك كده ابتدي شكليها. وطبعا تعالي كده عند بداية القطعة قفليها كويس، ونهاية القطعة قفليها كويس، وابتدي بقى اعملي الشكل المتعارف عليه بصبعينك زي ما انت شايفة كده. الشكل ده بيخليلي شكل صابع الكفتة حلو جدا، وهي باللون اللي انت شايفاه قدامك ده. يعني انا مش مدخله عليها فلاتر ولا اي حاجه، يعني هي محمره باللون اللي انت شايفاه ده، من طبعا الفلفل الالوان اللي احنا حطيناه، وكمان معلقه البابريكا اللي احنا حطيناها. هي بتتشكل بكل سهوله، شكلها حلو جدا. هخلص بقى كل الكميه، بصراحه الكميه عملت لي كميه حلوه جدا. طبعا انا عملتها قبل الفطار بساعه ونص. الشاهد من الكلام ان هي مش هتاخد معاكي وقت، يعني ممكن تيجي قبل الفطار بساعه ونص وتعمليها، هتبقى حلوه جدا على الفطار. هنشوف الكميه مع بعض. عملت لي نص كيلو فراخ، عمل لي الكميه دي. طبعا انا شغلت الفرن على الشوايه بس، انا هدخله تحت الشوايه فقط، مش هولع البوتاجاز من تحت ولا من فوق. هو كده الصواني دخلت تحت الشوايه فقط على نار هاديه عشان بتاخد لون بسرعه. ده طبعا خليط ده الميه بتاعتنا اللي هي الخليط الفلفل على البصل على الثوم اللي احنا صفناه في اول الفيديو. هنبدا نتبله بقى عشان هنشوف هنعمل بيه ايه. حطيت معلقه من البابريكا وكمان معلقه من الفلفل الاسمر المطحون، وهنضيف كمان ربع معلقه كده من الملح. هقلبها كل المكونات مع بعضها، وهضيف كمان معلقه من الزيت. وخلي بالك افتكري ان احنا ما حطيناش لا سمنه لا دهنه ولا ليا ولا زيت في قلب العجينه بتاعتنا بتاعت الكفته. فانا هضيف هنا المعلقه بس من الزيت دي مع الميه بتاعت الفلفل والبصل والثوم، هتديني طراوه حلوه جدا للكفته. هقلب بقى الخليط كله كده مع بعضه، وبعد مرور 10 دقايق في الفرن هنطلع الكفته بتاعتنا ونبتدي ندهنها من الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه ده. دي بعد مرور 10 دقايق في الفرن. شايفه اتشمعت ازاي؟ ما شاء الله اتشمعت بسرعه. وزي ما قلت لك خلي بالك لانها بتاخد لون بسرعه. والصواني انا مش دهناها اي حاجه، لا زيت ولا اي حاجه،
بالخليط بتاعنا بقى وبفرشه بالمعلقه زي ما يعجبك. ابتدي دهني كل الكفته بتاعتك من على الوش. وطبعا لما تاخد لون من على الوش هنقلبها على اليمه التانية وندخلها تاخد ونطلعها ندهنها كمان من الخليط ده، وبعدين ندخلها تاخد وش تاني. يبقى انا هقلبها على اليمتين، واليمتين هيدهنوا بنفس الخليط. وده شكلها. هرجعها تاني الفرن. هنبدأ بقى نعمل خليط حلو جدا او فرشة حلوة جدا للمشويات. ده عبارة عن بصل ابيض انا مقطعاه كده جوانح او طرنشات، حطيت عليه معلقة كبيرة من البقدونس، انا خدت ورق البقدونس بس، وحطيت معلقة كبيرة هنا من السماق. يعني السماق خلي بالك ان هو بيبقى بيديني مزازة، فلو عايزة تقللي السماق شوية مفيش مشكلة. وهضيف عليهم كمان ممكن تضيفي معلقة كمان من البابريكا، وهضيف عليهم معلقة من الخل. دي كده معلقة من البابريكا. طبعا كل المكونات دي او الخليط ده انا ضفت عليه معلقه من الخل، بس هي ما اتصورتش معايا في الفيديو. قلبت كل الخليط كده مع بعضه بالشكل ده. انا ضفت بصل ابيض، ممكن حضرتك تضيفي البصل الاحمر. وده شكل الكفته بتاعتنا بعد ما استوت في الفرن وطفيت عليها. خدت بالظبط مني تلت ساعه في الفرن، وش وظهر، يعني على الوشين. وطبعا الدهان اللي احنا دهناه للكفته ده اللي بيخلي لي الكفته بتاعتي كده جوسي وطريه. تمام. هنبدأ بقى نسيبها تبرد، وبعد كده هنشوف هنطلعها ازاي من الاعواد الخشبية دي. ما تطلعيش الكفتة بتاعتك من الاعواد وهي سخنة، طلعيها وهي باردة او وهي دافية شوية. انا بس بوريكي شكلها عامل ازاي، متماسكة جدا، مش فكة مننا ولا حاجة، وفي نفس الوقت هنشوفها طرية، وهنقطعها مع بعض وهنعمل بيها سندوتشات مع بعض، وهنشوف شكل الكفتة بتاعتنا عامل ازاي. حاجة كده بجد تحفة، وهتشرفك جدا في العزومات، والطعم كان رائع. هنجيب طبق التقديم بتاعنا، احنا حطينا فيه البصل، وهنبدأ نقدم عليه الكفتة بتاعتنا. ممكن تقدميها مع مكرونة محمرة او مكرونة بصلصة، وممكن تقدميها مع رز اصفر او رز بشعرية، او ممكن تقدميها مع رز بسمتي. شايفة انا بوريكي بس الطراوة بتاعتها عاملة ازاي وانا بضغط عليها. طبعا مع سلطة الحاتي بقى، مع بابا غنوج، مع طبق حلو كده من سلطة الحاتي، مع طحينة الحاتي. هنطلع بقى كده، نسمي الله، بسم الله. طبعا هي لسه سخنه لان انا خلاص مستعجله، خلاص الفطار فاضل عليه ربع ساعه، فلازم بقى ان انا اعمل طبق التقديم بتاعي. وده شكلها ما شاء الله لا قوه الا بالله، بجد تحفه، مش هتفرقيها عن بتاعه الحاتي في الريحه وفي الطعم وفي الطراوه، وجوسي جدا. يعني اللي اكلها ما خدش باله اصلا ان هي لحمه فراخ، يعني كفته فراخ، هم كانوا فاكرينها كفته لحمه، واديتني شكل كفته اللحمه بالظبط. شايفه الطراوه ما شاء الله. هنحط بقى هنحط بقى هنرصها بقى على طبق التقديم بتاعنا. هنطلع كده بسم الله، بجد تحفة ما شاء الله. وده كده شكل الطبق بتاعنا. هنعمل بقى سندوتش جميل كده مع بعض ونشوف شكله، وهنفتح كده قطع مع بعض ونشوفها قد ايه هي مفرغة وجوسي وطرية جدا. والكمية ما شاء الله حلوة جدا، يعني نص كيلو من صدور الدجاج عملت لي الكمية دي، فما شاء الله حلوة جدا. ممكن حضرتك بقى تعملي السندوتش بتاعك بعيش شامي او بعيش بلدي زي ما يعجبك. احنا هنجيب بقى رغيف من الشامي، وهنبدأ كده نشوف هنعمل السندوتش بتاعنا ازاي. هنسمي الله كده وناخد صابع من صباع الكفتة، وحطينا معاه شوية من البصل اللي احنا عملناه اللي هي فرشة المشويات، وحطيت عليه كده شوية من الطحينة. ممكن بقى تحطي معاه شوية كده من السلطة كمان. ما شاء الله تحفة. شايفة شكل السندوتش عامل ازاي؟ تحفة. هنقطع كده قطع مع بعض. شايفة هي مفرغة ازاي؟ انا بضغط عليها عشان اوريكي قد ايه هي طرية وجوسي جدا. طب ايه اللي خلاها طرية وجوسي كده؟ الدهان اللي احنا دهنا بيه، او الخليط اللي احنا دهنا بالكفتة.